حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عملنا صينيه بطاطس. بصوا من اولها لاخرها بكل تكاتها وكل اسرارها. اتفرجي معايا كده وشوفي انا عملت ايه من اول خالص لغايه الاخر. ما تجريش الفيديو عشان تعرفي احنا بنعمل ايه. صينيه البطاطس دي من غير اي افتكاسات. طريقه يعني مش جديده ولا مبتكره ولا اي حاجه. دي بتاعت امهاتنا زمان اللي احنا طلعنا عليها. تابعي معايا واشتركي معايا في القناة وحطي اللايك، وما تنسيش اهم حاجة اللايك. تعالى اقولك انا عملتها ازاي وما خدتش معايا وقت ولا مجهود، والطعم بتاعها خرافة. بصوا الفراخ ديت مش محطوطة كده وخلاص، لا دي معمولة بطريقة تانية. معرفش بقى انت عارفاها ولا لا. تابع معايا الفيديو وشوفي عملناها ازاي. الفراخ ديت معمولة بالطريقة المشوية، هتقوليلي ازاي واقولك تابع معايا وشوفي. صينية بطاطس عادية جدا وبالفراخ المشوية، فأسهل من كده مفيش، وطعمها تحفة. وكمان حلوة قوي في الوقت اللي احنا فيه دوت في السقعة. حاجة سخنة وتدفي، وجنبيها المخلل اللي انا لسه عاملاه اللي انا قلت عليه من الكرومب. تابعي معايا وشوفي عملنا ايه وتعالي نخش على الطريقة. اول حاجة كده انا معايا الحاجة بتاعتي كلها قدامي. الفراخ بتاعتي مغسولة ونضيفة ومنقوعة زي الفل. بطاطس بتاعتي متقطعة. هنا في العلبة ديت الخلطة بتاعة الفراخ. أنا جايبة بصلاية قطاية قرن فلفل. توابل بقى اللي انت عايزة تحطيها: مكعب سكر، ملح، حتى فلفل أسمر، بهارات فراخ، بودرة ثوم، بودرة بصل، على كل الحاجة اللي أنا عاملاها ديت. يبقى دي بتاعة الفراخ لوحدها ملهاش دعوة بالبطاطس، دي بتاعة الفراخ بس. هقلب فيها الفراخ كلها على بعض عشان تاخد طعم حلو، تبقى حقيقة كده وطعمها حلو. مهما تعملي صينية بطاطس بتبقى طعم الفراخ يعني طعمها مبيبقاش واضح. فأنا كده عملت الحركة ديت بحيث ان انا تكون معايا طعم الفراخ واضح غير البطاطس، ويبقى برضو في الآخر الاتنين واخدين من بعض. هاقلّب بقى الخلطة دي بتاعة مشويات، فراخ مشوية تعمليها لوحدها على فكرة من غير البطاطس بتبقى طعمها تحفة. بصلاية قطاية، قرن فلفل، والتوابل بتاعتِك والمكعب وشوية السكر، وقلّبي فيها الفراخ ديّة. وممكن تبيتيها من قبليها بيوم في التلاجة وتسويها تاني يوم، بتبقى حلوة أوي. سويها كمان على البوتاجاز، أنا عاملة فيديو للفراخ المشوية على البوتاجاز، مش اللي هي في الفرن. تابعي معايا وشوفي كده الفيديوهات واشتركي معايا في القناة وشوفي عملناها ازاي. زي ما انت شايفة كده احاول ادلك الفراخ كلها عشان تاخد التتبيلة. اسيبها على جنب مع نفسها كده لغاية ما انا اخلص صينية البطاطس، لان دي ملهاش دعوة بالبطاطس. هنحطها على الوش في البطاطس بتبقى واخدة من طعم بعضها. تابعي بس معايا الفيديو للاخر وشوفي عملنا ايه. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا قدامي، دي بقى هشتغل فيها كله على بعضه. مش هنوسخ مواعين كتير، مش هنقعد نعمل في كذا حاجة. هي منها فيها كده نفس الصينية اللي هتتحط على النار. زي ما انت شايفة كده هجيب معايا اول حاجة الصينية بتاعتي. هنحط ايه؟ البصل. انا هنا مقطعة 3 بصلات كبار حلوين، مقطعاهم شرايح مش بقطعهم حتت صغيرة. علشان تاخد طعم حلو من البطاطس لازم تكون البصلة متقطعة شرايح. هنعمل ايه؟ ملح، فلفل اسمر، هنحط بهارات فراخ لازم، بودرة ثوم، بودرة بصل، وشوية السكر ومكعبين 2، والملح بتاعك وظبطي ملحك. وهندعك البصلاية دي بايدينا كده لغاية ما تتشرب كل التوابل. دي اهم خطوة في صينية البطاطس، حتى لو انت عاملاها من غير فراخ دي اهم خطوة. يبقى يعني صينية البطاطس كده 1 2 3. هنقول أول حاجة البصلاية أول تتدعك كده بإيدينا كده بالتوابل. دي أهم خطوة في صينية البطاطس، من غيرها صينية البطاطس كده بتحس إن هي كده إيه، ملهاش طعم، مش بتشد كده. زي ما انت شايف كده دعكتها حلو قوي ودبلتها في ايديا بكل التوابل اللي انا قلت لك عليها ديت. هنزل بايه؟ هنزل بالفلفل اللي انا مقطعه كده قرن فلفل اخضر كبير كده، مقطعه شرايح صغيره كده عشان تبقى باينه برضو في نفس الوقت للي ياكل. وهنا كمان هنحط ايه؟ انا نسيت الورق اللورا هحطه كده. وهنحط كام واحده حبهان عشان صينيه البطاطس معانا تبقى كامله. طعمها طلعت تحفه في الاخر، عايزاكي تجربيها بالطريقه ديت. انسي اي طريقه تانية جديده، انسي كل الطرق الجديده، دي الطريقه دي تحفه.
وهاديهم تقليبة كمان، وبعد كده هنزل بإيه، بالبطاطس بتاعتنا والفلفل. فلفل اهوت مقطعاه كبير شوية يعني عشان يبقى باين للي بياكل. وكمان هننزل بالبطاطس بتاعتنا. هقلب بقى البطاطس بتاعتي، لا اغلفها حلوة قوي قوي بالبصلة اللي هي فيها شرب التوابل. هنقلبها حلوة قوي بايدينا كده، بحيث ان بطاطساية كده تبقى شكلها كده غرقانة في التوابل، تبقى طعمها حلو، ما تبقاش صينية بطاطس كده منها يعني صينية. انا بشوف ناس كتير بتعمل صواني البطاطس كله فوق بعضه كده، ما بتديش الحاجة حقها. صينية البطاطس في الاخر مش تطلع حلوة، خلي بالك. انما لما تدي الحاجة حقها وتدعكي حلوة قوي في التوابل، وتقلبي دي لوحدها ودي لوحدها، وفي الاخر تخلطي حاجة حاجة، فبتبقى حلوة، تبقى كده طعمها حلو كده باينة معاكي. فزي ما انت شايفه كده هقلب. بصي صينيه البطاطس هي كده باينه، يعني هي كده باينه ان هي هتطلع حلوه، مش عشان انا اللي عاملاها، لا صدقيني، علشان هي بصي شاربه التوابل بتاعتها وطعمها هتبقى تحفه في الاخر، وضامنه ان انت هتطلعي حاجه كويسه. هنزل بكميه القوطه، وما تكتريش قوطه، كتريش قوطه، لان كل الخضار ده بينزل ميه. ثانيا هنحط الفراخ من على الوش والتتبيله بتاعتها، فهيزود مقدار برضو السوائل. زي ما انت شايفه كده انا هقلب بايديا، انا بشتغل بايديا نضيفه يا جماعه، وانا اللي بعمل اكل بيتي، فانا ضامنه ايدي والنظافه بتاعتها. هجيب دلوقتي برضو معلقه عشان اعرف اقلب، لاني ما عرفتش اقلب. هنقلب بالمعلقه دي كده، لغايه كده، لغايه المرحله دي كده صينيه البطاطس بتاعتي خلصت. يعني كده من غير، لو انت هتعمليها من غير الفراخ هي كده خلاص خلصت. هنحط بس من على وشها، مثلا لو انت هتعمليها من غير الفراخ هنحط من على وشها الزيت او السمنه اللي انت هتعمليهم، ومكعب واحد تفتتي حتت صغننه كده من على الوش. دي كده صينيه جاهزه معايا. بس احنا نعملها بالفراخ. دي كده الفراخ بتاعتي لما اتبلت وشلتها كده شويه على جنب، انا سبتها نص ساعه كده في التتبيله ديت على فكره، قبل ما احطها على البطاطس. لما خلصت صينيه البطاطس سبتها شويه، فانا كده خلاص هنرصها رصه حلوه من فوق زي ما انت شايفة كده. دي كده هتطلع في الآخر وهم صينية بطاطس بالفراخ بالتتبيلة بتاعة الفراخ المشوية، مش صينية بطاطس بالفراخ كده اسمه خلاص، لا مش صينية بطاطس عادية، لا بالفراخ اللي هي بطعم الفراخ المشوي، مش صينية بطاطس بالفراخ عادية. بس فتابع معايا وشوفي لما شكلها يطلع في الاخر يبقى عامل ازاي. هنحطها على النار دلوقتي. يعني بصوا هنسيبها على النار ايه، ربع ساعة تلت ساعة كده على النار تغلي. وهنقلب الفراخ مرة كده ومرة كده، ونغطيها ونسيبها. وبعد كده هنحطها في الفرن لغاية ما تحس ان هي خلاص استوت معاكي. هتولعي عليها الشواية، هياخد الفراخ بتاعتك اللون الشوي بتاعنا اللي احنا عارفينه. وكده خلاص انا كده خلصت معايا صينيه الفراخ. هعمل ايه؟ هنزود عليها، انا بحب اعملها ايه، هي كده بصي شكلها تحفه تتاكل، بصوا كده من غير اي حاجه. هنزود عليها مكعب، وهنزود عليها حته سمنه. انا ما حطيتش زيت، انا حطيت سمنه. طعمها طلع في الاخر تحفه. ما تحكميش على حاجه كده من غير ما تجربي، جربي الاول واعرفي طعمها في الاخر هيبقى ايه. زي ما انت شايفه معايا كده، وهجيب مكعب، مش هحط مكعب كامل لان انا دلوقتي الصينيه دي حقيقه معايا مش محتاجه ملح ومظبوطه. انا بس هديها رشه كده بس على الفراخ كده من فوق، نص واحد، بتديها طعم بصوا مختلف، طعم تحفه. ممكن حد يطلع يقول لي دي مش هتعمل اضافه وما اعرفش ايه، مش هتزود حاجه، لا، جربي نص المكعب اللي انا حطيته من على الوش دوت، ما تكتريش، وشوفي طعمها في الاخر عامل ازاي. انا حطيتها على النار اهيت. هنعمل جنبها ايه، شويه رز بشعريه، تبقى أكلة كاملة متكاملة، وجنبها شوية المخلل وتبقى حلوة وزي الفل. بطاطس معروفة جنبها رز. هنقلب الشعرية في حتة السمنة بتاعتنا في الحلة الألمونيا اللي أنا بعشقها، اللي ما استغناش عنها، اللي أنا على طول بعمل فيها الرز والمكرونة. بتبقى طعمها كده مختلف كده، غير أي نوع تاني انت تعرفيه يعني، ولا جرانيت ولا سيراميك ولا أي حاجة، الألمونيا في الرز طعمها بيبقى تحفة. هنقلب بقى لغاية ما تاخد معايا لون حلو، ونغسل الرز بتاعنا حلو ونصفيه، وهنحطه عليها، ويبقى كده الرز بتاعنا جاهز معانا. والصينيه بتاعتنا على النار اهيت، لو انت واخده بالك منها اهي شايفاها. هنسيبها على النار تغلي غلوتين زي ما اتفقنا، وبعد كده نحطها في الفرن. عملنا بقى غدوايه صينيه بطاطس بالفراخ، طعمها مختلف، طعمها حلو، طعمها يعني ما يختلفش عن حد، طعمها تحفه. جربي وقولي لي. وجنبها شويه رز بشعريه مفلفلين كده، تحفه، اكله حلوه في الشتاء.
بتدفي عشان هي سخنة. كده أنا اديتها اللون بتاعها. هنزل عليها بالرز. بعد ما هنزل بالرز كده زي ما انت شايفة، هنحط الملح بتاعها، وهنحط المكعب لو انت يعني حابة الفكرة دي المكعب ديت، او مش حابة براحتك. ظبطي ملحه في الاخر المهم. وشوية سكر. هتقولي لي ليه؟ هقولك شوية السكر دول بيساعدوا ان الرز معايا يبقى مفلفل. بس فهنقلب كده حلو كل الحاجات اللي احنا عملناها ديت. واهم تكاية برضو عشان يطلع معاكي الرز مفلفل، يبقى المية سخنة، ما تبقاش المية باردة. يعني مية مغلية وتحطيها تبقى حلوة معاكي قوي. ما تحطيش مية من الحنفية عادي. حطينا المكعب والملح ورشة السكر، وكده خلاص. هنقلب حلو لغاية ما تحس ان هو بيخشول معايا كده في الحلة. تحس ان الرزاية كده اتشربت من السمنة اللي احنا حاطينها، وكمان ما بقاش فيها مية. بقت جاهزة معايا ان احنا ننزل عليها بمقدار المية بتاعنا. كوباية الرز المصري لو انت مش بتعرفي تعايري، كوباية الرز المصري بتاخد كوباية وربع من المية. انما الرز البسمتي بياخد مية كتير. كل كوباية كوبايتين مية. زي ما انت شايفة كده انا خلاص جاهزة معايا ان انا احط المية. هنحط المية المغلية بتاعتنا. بس كده. ده المقدار بتاعي. هنسيبه بقى، هقلبه تقليبة حلوة. المية مش كتير لان انا عارفة الرز بتاعي مقدار ميته ايه. بيشرب مية متقلقيش يعني، فكل واحد عارف الرز بتاعه. هنغطي ونسيبه يغلي معايا اول غلوة يتشرب. وبعد كده هنهدي عليه النار، بعد كده نسيبه يستوي مع نفسه. انا كده هي بصوا غليت معايا الغلوتين بتوعها قبل ما ندخلها الفرن. بص شكلها حلو ازاي، والفراخ بتاعتي متبلة بتتبيلة غير تتبيلة البطاطس. فكده تبقى طعمها تحفة معايا. بصوا هنحط من القوطة بتاعتها على الوش عشان تبقى شاربة كلها من بعضها. بص شكلها تحفة ازاي. يلا قومي جربي وقوليلي الرز بتاعي قرب يتشرب اهوت، عشان اوطي عليه النار واسيبه. كده خلاص جاهزة معايا ان هي تخش معايا الفرن. كده خلصت الاكل بتاعي. يا رب الوصفه تعجبك، واشتركي معايا لو لسه مشتركتيش، وحط لايك، وقولي لي رايك بتعمليها كده ولا ما بتعمليهاش. هوريكي بقى صينيه البطاطس بتاعتي لما طلعت من الفرن شكلها عامل ازاي. اهيت جاهزه معايا وبالفراخ المشويه. صينيه بطاطس بالفراخ المشويه، وجنبيها رز اهوت مفلفل، ومعانا مخلل اللي انا لسه عاملاه. دي كده بصي الفراخ بتاعتي اكنها مشوية فعلا، وهي في الاخر صينية بطاطس بالفراخ، بس بطريقة مختلفة عن الطريقة المعتاد عليها. بصي بوريك البطاطس بتاعتي اتهرت معايا يعني، بصوا مستوية، والفراخ بتاعتي مستوية. طعمها في الاخر تحفة زي ما انت شايفة كده. والرز معايا مفلفل. كده انا خلصت الاكل بتاعي. يا رب الفيديو يعجبك والوصفة بتاعتي تعجبك، ويا رب تجربيها وتقولي لي رأيك فيها ايه. زي ما انت شايفة كده حطيتها في طبق، غرفتها في طبق، بوريكي شكلها عامل ازاي. يلا بقى قومي اعملي بالطريقة دي وقولي لي رأيك فيها ايه. زي ما انت شايفة كده اسهل من السهولة، ما خدتش معايا وقت ولا مجهود، وطعمها في الاخر جبار. طعمها تحفة. وده المخلل انا منزلة فيديو ليه، عاملاه من بواقي الكرومب. ده كده خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يعجبك. والفراخ بتاعتي في نفس الوقت دايبة وطعمها فراخ مشوية.